حاسس إن الدنيا كلها مقفلة في وشك صح؟ خلاص مفيش أمل، القطر فاتك وكل الظروف ضدك. طب ما تيجي أحكي لك قصة راجل كان حاله أصعب من حالك بكتير، وطلبه كان مستحيل أكتر من طلبك. الراجل ده كان عايز يخلف، هو كبير في السن، عجوز يعني، وعظمه بقى ضعيف ويمكن بقى بيتحرك بالعافية، وشعره شاب بيض يعني بحساباتنا احنا مش بس القطر فاته، ده فاته ووصل لآخر محطة كمان. والأصعب من كده مراته ما كانتش بتخلف أصلا. لو سألت وقتها أي حد هو الراجل ده ممكن يخلف هيقولك مستحيل. بالعقل كده راجل عجوز مراته ما بتخلفش اصلا، هيجيبوا طفل ازاي؟ لا عقل ولا منطق ولا طب يصدقوا ان ده ممكن يحصل، يعني مفيش امل، مستحيل. المهم الرجل ده كان نبي الله زكريا عليه السلام، بس سيدنا زكريا كان عارف سر كبير، سر ما كانش حد يعرفه وقتها، وهو سر اليقين بالله. سيدنا زكريا كان عارف ان الاسباب دي لينا احنا كبشر، اصل احنا غلابه، لكن ربنا مفيش حاجه بتحكمه، لا سن ولا وقت ولا ظروف، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق المستحيل وقادر يخليه ممكن. اكيد انت عايز تعرف سيدنا زكريا عمل ايه. سيدنا زكريا ما بصش لحاله ولا لضعفه، ولا فضل يندب حظه، ولا فضل يقول ليه يا رب انا اللي يحصل لي كده، ولا يقول يا ريتني عملت كذا زي ما انت قاعد بتعمل. سيدنا زكريا كل اللي عمله رفع ايده للسماء وقال بصدق يا رب ارزقني. لا اشتكى من السن ولا استسلم لليأس، كل اللي عمله دعا ربه، وعلشان ربنا كريم وجبر الخواطر عنده غالي جاله الرد في ثانية، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. بشرى قلبت كل الموازين وكسرت كل القواعد. ما هو انت لو فكرت بالعقل كده ازاي ده يحصل؟ ازاي ربنا بيبشره بولد؟ ده راجل كبير وعجوز ومراته ما بتخلفش، مستحيل ده يحصل. مش قلت لك احنا غلابه؟ ما هو ربنا ما فيش حاجه عنده اسمها مستحيل، كن فيكون على طول. طب يعني يا عم حسين انت بتحكي لي القصه دي ليه؟ سيدنا زكريا كان نبي، انا مش نبي. تعال هقول لك، بس تابعني الاول، عيب بقى احنا بقينا اهل. انت لو علقت قلبك بالواسطه والفلوس وحسابات الورقه والقلم، ربنا هيسيبك ليهم وساعتها هتتعب وهتتعب قوي كمان. لكن لو رميت حمولك على اللي في ايده مفاتيح الغيب وعلقت قلبك بيه، هو هيسخر لك الدنيا كلها وهيهيأ لك الاسباب اللي انت ما كنتش بتحلم بيها. فلما الدنيا تقفل في وشك افتكر ان رب النبي زكريا هو ربك ولا ايه؟ ومفيش عنده حاجه اسمها مستحيل. نظف قلبك واملاه بالايمان وقول يا رب بصدق، هتلاقي مشاكلك كلها اتحلت. وابقى ادعيلي، واشوفكم على خير في حلقه تانيه.